اسمك ايه؟ منا. منى، انت مخطوبة. جوازك هيبقى في خلال قد ايه مثلا؟ يعني سنتين ان شاء الله. سنتين. طيب بصي يا منى، انت خطيبك بيحبك ولا نص نص ولا بيحبك؟ ايه حاسة بايه كده من جواك؟ لا بيحبني. بيحبك؟ طب احنا هنتأكد من الموضوع ده دلوقتي. ازاي بقى؟ هنعمل فيه مقلب صغير. هتقولي له ان انت اكتشفتي ان انت عندك مشكلة، ولسه كنت بكشف وكده، وكنتش عارفة اقول لك الموضوع ده ازاي، وان انا ما بخلفش. انت بقى هتحاولي تقنعيه بشطارتك. انت هتقولي له ان انا كشفت وطلع عندي مشكله، وان انا الخلفه هتبقى بالنسبه لي صعبه، وواجب علي ان انا اقول لك عشان تبقى عارف، ومن حقك ان انت تكمل او ما تكملش. وهنشوف رد فعله. هو بقى بيحبك بجد، متمسك بيكي، هيقول لك ايه كده. هو مش هيصدقني على فكره. هو هنجرب. بصي احنا هنجرب و... وهنشوف. كان في حوار كده كنت عاوزاك فيه. كنت نزلت انا ومنى اصلا بعد ما خلصنا رحنا كده للدكتوره، بس ما كانتش معرفه طنط يعني وكده. ايه؟ مش معرفة طنط؟ اه اه. بخصوص حاجه يعني في مشكله عندها يعني وكده. فين؟ مش عارفه، بس يعني هي اكيد منها هتحكي لك لما تشوفك يعني. مشكلة في ايه بس عرفني؟ الايه؟ عندها ايه؟ هي اما يعني ما تشوفك احسن يعني تحكي لك. بس هو انت فين تعالى اصلا؟ دغري. ايه؟ خليكي دغري، قولي لي في ايه؟ ما فيش والله. هي مشكلة تعبانة يعني في مشكلة يعني عندها يعني تعبانة وكده. اه. بس فهي تحكي لك احسن يعني. طب ما كلمتنيش ليه؟ ما هي اصلا يا ابني ما عرفتش حد. هي فين دلوقتي؟ هي معايا بس هي متضايقة اصلا، عمالة تعيط جدا. انت بتتكلمي جد ولا بتهزري؟ وانا ههزر ليه يعني يا ابني؟ في ايه اللي حصل؟ هي مش عايزة تتكلم مع حد اصلا. اسراء. والله ههزر معاك يعني يا خالد. طب في ايه؟ ما انا مش هعرف اتكلم معاك، هي هتحكي لك. يخرب بس بيت هي الهبل. مش عايزة طب انتوا في ايه؟ تتكلم دلوقتي. طب ايه المانع؟ طب في ايه؟ هي طب عمالة في ايه؟ تعيط مش عايزة تتكلم. لا ما فيش، واحنا طلعنا للدكتورة دي وقعدنا معاها يعني وكده، وكان هي بتقول لها يعني ان في مشكلة عندها يعني في بخصوص ايه؟ بخصوص الخلفة والكلام ده كله. انت بتهزري ولا بتتكلمي جد؟ ههزر ليه؟ انا بتكلم معاك دلوقتي بجد. طب احلفي بالله. يا ابني بقى يعني ههزر معاك في موضوع زي ده يا خالد؟ انت شكلك بتهزر. كدابة. هكدب عليك ليه يعني؟ اديني كده منها عشان مش تبكيش. هي مش عايزة تتكلم اصلا. اسراء. ههزر معاك يا خالد يعني. ما هو انت كلامنا اصلا كله هزار، فهتدخل الهزار في الجد. مش يعني هدخل الهزار في الجد ليه يعني؟ طب كملي كملي. بس وهي اتكلمت معايا بقى سمية من ساعة بقى ما سمعت الحوار ده، وهي بقى متضايقة كده يعني. يا بنت وانت ما كنتش بتاكلوا ايس كريم دلوقتي؟ الايه؟ بتاكلوا ايس كريم دلوقتي؟ لا ما احنا لا ما كناش بناكل ايس كريم. اه. طب استنى احاول اخليها تكلمك، استنى خليك معايا. الو. ايه عامله ايه؟ كويس الحمد لله. وانت؟ كويس انت فين؟ تمام. بص انا رحت النهارده عند الدكتور. تمام. اه. وكشفت وهو بيقول لي ان انت مش هخلف وكده. ازاي يعني؟ مش عارف بقى، بيقول لي انت ما بتخلفش وكده. اه يعني انا مخلص في عيل ازاي يعني؟ انا مش عارف بقى، انا بفكر اروح لدكتور تاني. انت شايفه ايه؟ ايوه روح لدكتور تاني. طب مثلا لو رحت لدكتور تاني وطلع كلام الدكتور الاولاني صح، يعني تبقى ايه؟ طب انا ذنبي ايه؟ طيب انا نفسي في عيل. ذنبك انت نفسك في عيل؟ طب وانا نفس زي الكلام برضه، نفسي برضه بفرح برضه يبقى عندي عيال زيك. طيب ما انت تروح لدكتور تاني وتشوف الحوار ده معاه. يعني مش عارف بصراحه اعمل ايه. مش عارفه، ما هو انت لازم تتصرف. يعني اتصرف اعمل حاجه؟ اعمل ايه؟ دي حاجه دي بتاعت اراده ربنا يعني. طيب نشوف. قول لها ممكن بعد كده ربنا يرزقنا يعني. يعني ممكن فيما بعد يعني ان شاء الله ربنا يكرم. طيب ان شاء الله انا معاك يعني. يعني مثلا لو ربنا ما كرمش انت طبعا هتزعلي. اكيد مش هينفع نكمل مع بعض كده. انت شايفه كده؟ اه.
طيب خلاص مش هشوف الموضوع ده. طيب ماشي باي. قالت ايه في الاخر؟ تقولي طيب ماشي باي. زعل. الموقف برضو ضايق. كنتوا متخانقين صح؟ من يومين كنا متخانقين. هي عشان كده بس. هي خالد. انت قفلت في وش ليه؟ اسراء هتخليني اشتمك والله العظيم والله. عايزه تتكلم. هي حتى بتقولي يعني اتكلمي معاه. استنى، هي حتى بتقولي اتكلمي معاه، شوفي لو هو حابب ان هو يكمل في حاجه زي كده تمام، ما عنديش اي مشكله. بس كده عشان ما اشتمكيش. شكلكم بتعملوا مقلب والحوار ده فكسان. اتهاني. مش عايزه تتكلم. طيب خدها هي حتى يا منى كلمها. كلمي خالد. والله مش عايزه تتكلم، والله العظيم ما عايزه اتكلمك. والله انا نازلك دلوقتي. طب انزل تعالى يلا. ورحمة امي ورحمة امي. الو ايه؟ هي عايزة تاني. بقول لك انا بصراحه كده، بقول لك ما تزعليش، ده كان انا كنت بهزر معاكي. يعني هو ده هزار يعني؟ طب معلش بقى. قولي لها كنت هتسيبيني. انت بقى لو الموقف ده صح يبقى انت هتسيبيني؟ مش متأكدة. ليه؟ عشان أنا نصف عيب. ذنبي إيه؟ طيب ماشي، بس ما تزعليش انا كنت بهزر معاكي. طيب ماشي. ماشي باي. انا نازل. لا خلاص ما تنزلش. وحياة رحمة امي لو اوريكي. كنا بنهزر معاك بس. يا ابني خلاص كنا بنهزر. ما تهزريش في حاجة زي كده عشان ما اسيبكيش. بتعملي حوار صح؟ بنصور كمان. كمان. ماشي. قولي له بقى في الحالات دي انت كنت هتكمل معايا؟ مش هكمل بصراحه بقى. بصراحه هي بقى هو كان الموضوع كله اصلا ان احنا كنا عاوزين نعرف انت هتكمل ولا مش هتكمل. قول هو ايه اللي ايوه ايه بقى، ايه ردك؟ يعني هو انا متجوزك عشان كده؟ امال عشان ايه؟ عشان بحبك اكيد يعني. ماشي ميرسي. ماشي انا هكلمك تاني.